ورسوله الصلاة والسلام على المرسل بالحق المرسل الحق كافة وقاصة للجن والإنس وعلى آله وصحبه الكرام التابعين وتابع التابعين ومن اقتدى بهديهم سرمدا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله ما استطعتم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وأن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وقال رسول صلى الله عليه وسلم في الحديث: بر ربك كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وأن لا يمشي مكبا على وجهه أهدى من يمشي سويا على صراط مستقيم. وقال: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال أيضا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وفي الحديث قال الرسول: بنوا المدارس قبل المساجد. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به يفقهه في الدين. رواه الشيخاني. وقال أيضا في حديث رواه أبو نعيم: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. وقال أيضا: ويل لمن لم يعلم وويل لمن علم ثم لم يعلم ثم لم يعمل بما علم. وقال أيضا: العلم علمان، علم في القلب وذلك العلم النافع، وعلم على اللسان وذلك حجة لصاحبه أو لابن آدم. وقال صلى الله عليه وسلم: علم غزائن ومفاتيحها سؤال فاسألوا أهل الذكر، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، أو كما قال الله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولذلك قال الرسول: فاسألوا الله أو فاسألوا يرحمكم الله، فإنه يؤجر فيه أربعة، يعني في العلم: السائل والمعلم والمستمع والمحب لهم. وهذا الحديث رواه أبو نعيم عن علي بن أبي طالب. وقال النبي: العلماء أمناء الرسل، ما لم يخالطوا السلطان ويداخلوا الدنيا، وإذا خالطوا السلطان وداخلوا الدنيا فقد قالوا رسل فاحذروهم. وفي الحديث أيضا قال الرسول: العالم والمتعلم شريكان في الخير وسائر الناس لا خير فيهم. رواه الطبراني عن أبي الدرداء. وقال أيضا: العالم والعلم والعمل في الجنة، وإذا لم يعمل العالم بما علم كان العلم والعمل في الجنة وكان العالم في النار. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولوا ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال أيضا جل وعز كماله: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وروى الشيخان عن سهيل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي كرم الله وجهه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، بلغوا عني ولو آية وحدثوا بني إسرائيل ولا حرج، ومن كسب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري. الحمد لله الذي بدأ وحيه عندما أراد أن أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في جبل نور
حيث أرسل إليه جبريل وقال له اقرأ باسم ربك الذي خلق. وهذا دليل على العلم هو الإيمان. قبل أن تقوم بالقول أو بالعمل فعليك بالعلم، لأن العلم هو الإيمان وهو حياة الإسلام. فإن كان الإسلام جسدا أو جسما فالعلم هو الذي يحييه، لأن كل ما يتعلق بالعبادات لا ينبغي لمسلم أن يقوم به إلا بعد معرفته، وهو عماد الإيمان. كيف تؤمن بما لم تعلم أو بما لم تعرف؟ فالمعرفة كل شيء يتقدم قبل أن يؤمن بذلك. فلذلك أمر الله رسوله أن يتعلم قبل أن يعمل. وهذا يدل على من أوتي الحكمة، فإن كان للعلم ظاهر والباطن فباطن العلم الحكمة. وقال الرسول ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. عباد الله، هل منا من يقدم مرداه إلى الطبيب قبل أن يتعلم الطبيب علم الطب؟ لا وكلا. فكيف لا يقوم الطبيب بعلاج المرضى ولا القيادة بعمله ولا الشارع ولا السائق إلا بعد تعلم؟ وأردنا أن نعبد الله ولا نتعلم. عباد الله، وهذا دين العلم، لأن الدنيا والآخرة لا يصلح إلا بالتعلم. ولذلك قال الرسول الخير سريكان بين اثنين، العالم والمتعلم، وسائر الناس لا خير فيهم. والعابد الجاهل قبل أن يغفر له ذنبا واحدا يغفر الله للعالم 1000 ذنوب أو 1000 ذنب، ثم يغفر للجاهل ذنبا واحدا. وكذلك النوم العالم أفضل من عبادة الجاهل، وهو قوله أفمن يمشي مكبا على وجهه هو الجاهل يعبد الله ولم يميز الفرائض والسنن ولم يستطع أن يفرق بين الحلال والحرام، فهذا هو الذي يمشي مكبا على وجهه يتقبل عبادته. أما العالم فهو الذي يمشي على صراط مستقيم، وهذا لا يستويان أبدا. عباد الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله. قال الرسول ومن تعلم وعمل بما علمه الله بما لم يعلم. لأن العالم العامل بعمله يؤتيه الله من حيث لا يحتسب. وهذا المسجد الذي نحن فيه، فهل يمكن لواحد منا أن يبني هذا قبل أن يتعلم كيف يبنى؟ لا. وهكذا دين. عباد الله، فلندخل أولادنا في المدارس لكي يتعلموا دينا، لكي يتعلموا كيف يعيشون بين الناس، لكي يتعلموا ما يصلح دنياهم وأخراهم ومن هو ربهم، حتى يتمكنوا
أن يعبدوا الله بلا شرك وأن يطيعوا رسول صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا لا أن نطيعه، ودليل قوله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال أيضا: ولكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال الرسول: صلوا كما رأيتموني أصلي، لأنه هو الإمام. وقال الواعظ آنفا: أنا الملائكة سجدوا لآدم وما سجدوا لآدم إلا بفضل العلم. ولذلك صاروا كراما كاتبين لا يعصون الله ما أمرهم. أما إبليس هو الذي أبى أن يسجد لآدم، وهو العبد الراجم، وهو الشيطان الرجيم الذي يلعنه الله. إذن العلماء ورثة الأنبياء، فمن أطاعهم فقد أطاع الله، ومن أكرمهم فقد أكرم الله. ولكن قال الله في حديث القدسي: من آذاني وليا فقد آذنت له بالحرب. ودليل ظاهر: انظر إلى إبليس. ومن أراد أن يكون له الكرامة فليتعلم وليكرم العلماء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا اغفر علينا إسرا ما حملته ولا نزلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا به. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.